هاي قدها. تحرق هاي الصورة وبعطيك 100 دينار. احرق صورة صدام. صورة صدام. وايش تعطيني؟ بعطيك 100 دينار. لا يا زلمة. معنا تحدي لك. بتحرق هاي الصورة وتربح معنا 100 دولار. انا بعطيك 100 دولار باخذ الصورة. كيف حالك صديقي؟ حياك الله، اهلا وسهلا. نتعرف عليك؟ عمر. حياك الله عمي الله عمر. يحييك. عمي عمر بدي اعطيك صورة وتحكي لي صورة مين، شو رايك؟ ابشر يا سيدي. تفضل. على راس. بسم الله. يلا. اوه صدام حسين هذا. يابو عافية. فرجي لي الكاميرا. صدام حسين طيب شو رايك بصدام حسين؟ افخم رجل صنعوا التاريخ. هدنا من بعدك ضيعنا الشام، بغداد صارت ملعب للامريكان. بعده تموت الرجولة ويموت جميع أشناب العالم والأذناب. هذا الزلمة لما كان عايش، كل الدول العربية، كانت بعز واحترام. أنا يعني هذا الزلمة لما كان موجود يعني ما له أخو، هو والملك حسين. ملك هبة ملك المجد لك. حسين هم رؤساء العرب. كفو. رؤساء العرب. طيب شو رايك بالشعب العراقي؟ الشعب العراقي هو بصراحة أخونا وبعز علينا. طيب. وشعب يعني جبار، اللي خاض 4 حروب ورا بعض هذا شعب جبار. صدام حسين فوت العراق ب4 حروب ورا بعض بس عشان يثبت للعالم إنه صدام حسين زلم. شو بتعرف عن صدام حسين؟ احكي لي. صدام حسين الرجل الأول، أول قائد عربي في العالم ضرب تل أبيب بصواريخ. كم صاروخ؟ 36 كأنه، مش متأكد بس 36 يمكن 36 صاروخ. طيب. اللي ضربهم. طيب. صدام حسين رجل ما بسجد عن حقه. لما صارت القصة بين العراق والكويت. طيب. صدام حسين احتل الكويت ب10 دقائق. بالله عليك؟ ب10 دقائق كان محتل الكويت، بس الكويتية أهلنا وناسنا، يعني عرفت كيف؟ احنا ما نلنا فيهم، بس يعني انت بتقول لي شو بتعرف عن الزلمة؟ انا هيك بعرف عن الزلمة، يعني الكويتية أهلنا وناسنا وبحبونا يعني، وتحية من القلب للقلب لأهل الكويت. طيب. بس صدام احتلها ب10 دقائق. انت عارف شو يعني ملك يحتل دولة في 10 دقائق؟ هذا أسطورة. هذا لم ينجب مثله التاريخ، ولا راح ينجب، ولا بحياته راح يجي قائد على مستوى العالم زي صدام حسين. صدام حسين لما كان عايش الشعب الأردني كان النفط عنده رخيص. طيب. كانت العيشة يعني كويسة، كان كذا، كان يدعم الأردن، يدعمها بشكل يعني ممتاز صراحة. طيب صديقي، احنا معانا تحدي اليوم. تفضل. تحرق هاي الصورة وبعطيك 100 دولار. أحرق صورة صدام؟ صورة صدام. وإيش تعطيني؟ بعطيك 100 دولار. لا يا زلمة، والله مال الدنيا كله، والله لو بتجيب لي طباعة مصاري يا زلمة. هذا بنحرق صورته، هذا أسد العرب يا زلمة. هذا بعده ماتت الرجولة يا زلمة. يا زلمة أنت بجوز أحرقك أنت، ما أحرقش الصورة. كفو. بحرقك أنت هيك كلك، ولع فيك. كفو. والصورة ما حسين هذا يا زلمة. كفو. بعده تموت الرجولة يا صح. كفو. راسي أنت. مشكور يا صديقي. الله يسعدك، حياك الله. وشكرا على تفاعلك. الله يعزك يا رب. على راسي. هلا بيك. تحياتي لك. مع السلامة. على راسي. هلا بيك. يا كيف حالك عمي؟ هلا بيك، حياك الله. ان شاء الله بخير. الله يسعدك، الحمد لله. نتعرف عليك. وسام محارب. يلا حيو. الله يحييك. صديقي بدي افرجيك صورة وتحكي لي صورة مين هي. خذ هاي الصورة. رمز العرب. يابو عافية. يا اخو هدنا من بعدك ضيعنا الشام. رمز العرب. فرجيها للكاميرا. هذا العيد الوحيد اللي ما عيدنا لما استشهد. شو بتعرف عنه؟ شو بعرف عنه؟ كل الرجولة. واحكي لي شو بتعرف عنه؟ كل الرجولة. لا تخلي شيء. ولا شو بقدر اقول لك، كل الرجولة، منبع الرجولة. طيب. الكلمة الطيبة. طيب. الإنسان بس، شو بدي أقول أكثر من هيك؟ هذا كل شيء بتعرفه عنه؟ والله ما ظل شيء أحكي عنه، لأنه شو ما بدي أحكي على الفاضي. و39 صاروخ وين راحن؟ على تل أبيب طبعا، هو الوحيد اللي ضربها. والله لا خلى النار تاكل نص اسرائيل. كفو. وتحدى العرب كلهم يكملوا على 40. طيب صديقي خذ هاي، معنا تحدي لك. بتحرق هاي الصورة
وتربح معنا 100 دولار. انا بعطيك 100 دولار باخذ الصوره. هذا اخر شيء عندك؟ نعم، انا بعطيك 100 دولار باخذ الصوره. تحياتي لك حياك الله. ومشكور على تفاعلك. بس بتاخذ الصوره برضه. خذ الصورة. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرف عليك؟ ياسر مؤيد.